ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بعد غياب طويل وغصب عننا، بس صدقوني هنلخص انميات ما شفتوهاش عند حد قبل كده. بس ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 2000 لايك. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وتكتبوا لنا في الكومنتات بتتابعوني من انهي بلد. ويلا عشان ما اطولش عليكم. وتاني يوم بيحلم تاتسومي باياسي وسايو وهم بيودعوه، وبيقولوا له انهم هيمشوا للابد وهم مطمنين عليه لانه خلاص بقى عنده اصدقاء. فبيصحى تاتسومي من حلمه وهو مخضوض ومتضايق جدا، وبيتفاجئ بشيلي نامت وهي قاعده جنبه، وبيعرف انه هيكون تابع ليها النهارده. وبيبداوا تدريبهم، وبنشوف تاتسومي بيحاول يخرج من النهر وهو لابس درع حديدي تقيل جدا. فبتقول له شيلي انه عادي يواجه صعوبه في الاول لكنه هيتعود بعدها. وبتكمل وبتقول له ان بما انها ما عندهاش مسؤوليه معينه فهي هتشرف عليه طول الوقت. فبيستغرب تاتسومي من كلامها انها ما عندهاش مسؤوليه، فبتوضح له وهي متضايقه ومحرجه من نفسها انها كل ما تساعد حد في المسؤوليه بتاعته بتتسبب في مشاكل كتير. ولما بيسالها تاتسومي عن سبب انضمامها للفريق من البدايه بتحكي له انها كانت بتتسبب في مشاكل كده من غير قصدها من صغرها، وكل الناس كلها بتتضايق منها وبقوا بيتجنبوها لحد ما في يوم راحت لها بنت وطلبت انهم يبقوا صحاب. وبالفعل بداوا يقربوا من بعض جدا، وكان ده الوقت الوحيد اللي بتحس فيه شيلي بالسعاده. وفي يوم وهي عندها في البيت خبط الباب واكتشفت صاحبتها انه حبيبها القديم، وكان متعصب جدا لانها هجرته، فمسكها بعنف وبدا يخنقها. فخافت شيلي عليها جدا وفكرت انها لازم تتصرف، فسحبت السكينه وهجمت عليه بيها قتلته، ولكنها كانت هاديه جدا بشكل مش طبيعي على عكس صاحبتها اللي انهارت. بعدها تم الحكم في القضيه على انها كانت دفاع عن النفس، ولكن من وقتها ما شافتش صاحبتها من تاني. وبعد فتره واجهوها اصحاب القتيل علشان ينتقموا له، وبتكتشف انهم قتلوا اهلها قبل ما يروحوا لها. فبتبدا تشيلي تقضي عليهم واحد ورا التاني بسكينه كانت شايلاها عشان تدافع عن نفسها بيها بكل هدوء. واكتشفت وقتها انها بتلاقي سلامها النفسي وسعادتها في القتل، فقررت انها تنضم للجيش الثوري. وبالفعل من وقتها وهي معاهم، وبنشوفهم بعد كده كلهم في المقر. وبتكلم الزعيمه تاتسومي وبتعرض عليه السلاح الامبراطوري اللي خدوه من اخر مواجهه، وبتقدم له العين السحريه، لكنها بتقول له انهم ما يعرفوش قدراتها بالظبط لان اول مره يتم اكتشافها. فبيتحمس تاتسومي جدا وبيوافق، واول ما بيبدا يجربها بيتصدم من قوتها وبيحس بتعب شديد. فبيستغرب من اللي حصل، فبتقول له الزعيمه ان بس ده معناه ان السلاح مش مناسبه. وبتاخد الزعيمه السلاح وبتقول انها هتبعته للجيش الثوري عشان يستكشفوه ويعرفوا قوته. وبتقدم له الزعيمه بعدها كتاب بكل الاسلحه الامبراطوريه اللي تم اكتشافها، وبينبهر تاتسومي بيه جدا. وبيسالها تاتسومي بعدها عن اقوى سلاح فيهم، فبتقول له الزعيمة ان من وجهة نظرها هو سلاح الجليد اللي مع امير كتائب الشمال، وان عمره ما خسر في ولا معركة بسبب قوة سلاحه وبراعة تحكمه فيه، وعشان كده هو بيسبب قلق كبير جدا للامبراطورية وعايزين يخلصوا منه. فبعتوا جيش ضخم جدا لاخضاع الكتائب الشمالية كلها بقيادة قائدة عنيفة جدا. لكن بيرجع تاتسومي يتكلم عن الاسلحة وبيقول لها ان بقوة الاسلحة المهولة دي يمكن يلاقي سلاح فيهم يقدر يحيي الموتى، ويقدر ساعتها يرجع سايو اياسي للحياة. فما بيبقوش عارفين يقولوا له ايه، لكن بيتكلم بولات وبيقول له ان ده مستحيل. فبيتعصب عليه تاتسومي وبيسأله ازاي عارف من غير ما يجرب. فبتدخل اكامي وبتقول له انه لو كان ده ممكن كان زمان الامبراطور اللي اخترعهم لسه عايش. فبيحس تاتسومي ان كلامهم للاسف منطقي. وبنشوفه بعدها قاعد لوحده حزين عند قبر سايو اياسي، فبتروح له شيلي وبتحاول تهون عليه. فبينهار تاتسومي وبيقول لها انه بس كان عنده امل يشوفهم لاخر مره. وبننتقل بعدها للشمال وبنتصدم بكل الكتائب واميرهم اتقتلوا بطريقه بشعه جدا على ايد جيش الامبراطور والقائده اسيدا. وبنرجع لتاتسومي وبنشوفه مع ليون في واحد من الاحياء الفقيره، وبيلاحظ شهره ليون هناك جدا، وبيعرف انه ده الحي اللي اتولدت وكبرت فيه. لكن فجاه بيجري تجاههم مجموعه شباب بسرعه جدا وهم متعصبين وبيطالبوا ليون بالديون اللي عليها. فبيجروا ليون وتاتسومي باقصى سرعتهم علشان يحاولوا يهربوا منهم، وبيكون تاتسومي مرعوب على عكس ليون اللي بتكون مستمتعه بشكل غريب. وفي قصر الامبراطور بنشوف جنرال بيبلغ بان 2 من الجنرالات انضموا للجيش الثوري. فبيتكلم الامبراطور الطفل بكل سذاجه وبيقول لهم انهم في الجنوب وده بعيد عنهم جدا ومستحيل يقدروا يأذوهم. فبيأكد رئيس الوزراء على كلامه وبيقول انهم هيستدعوا القائده اسيدث عشان هي اللي تواجههم. فبيتصدموا كل اللي موجودين. وبنرجع لتاتسومي وبيكون افترق عن ليون وهم بيهربوا، فبيتصدم لانه ما يعرفش اي حاجه في المنطقه دي. بتشوفه
بيبلغوا بنت اسمها سيريو من الشرطة وبتعرض عليه المساعدة، وبيشوف معاها كلب غريب، ولما بيسأل عنه بتقول له انه واحد من الأسلحة الإمبراطورية، وبتوصله بعدها للمكان اللي قال لها عليه، فبيشكرها وبتسيبه وبتمشي على طول، وبتبدأ تفكر انها لازم توصل للنايت ريد بأسرع ما يمكن علشان تنتقم لمدربها، وبنكتشف انه مدربها هو اورغ اللي النايت ريد قتلوه. وبيجي الليل وبيكون تاتسومي مع ليون في حي الضوء الأحمر، وبتبدأ ليون تتحول وبتاخد تاتسومي وبتجري بأقصى سرعتها، وبيهجموا على مكان عصابة تجار المخدرات، وبيحاولوا الحراس يواجهوهم، لكن بيبدأ تاتسومي وليون يقضوا عليهم واحد ورا التاني بكل مهارة، لحد ما بتوصل ليون لرئيس العصابة وبيترجاها تسيبه مقابل كل ثروته، لكنها بترفض وبتقضي عليه في لمح البصر. وبننتقل لشيلي وماين وبيكونوا بيهربوا بعد ما انجزوا مهمة، لكن بنشوف واحد بيراقبهم من فوق الشجرة وفجأة بيوجه عليهم ضربة شديدة جدا، وبنكتشف انها سيريو وبتكون في قمة سعادتها لانها اخيرا وصلت لاعضاء من النايت ريد المطلوبين. فبتبدأ ماين تهاجم عليها بقوة شديدة بسلاحها الامبراطوري، لكنها بتتصدم ان سلاح سيريو امتص كل الطلقات من غير ما يتأثروا، وبتبدأ سيريو تهجم عليهم وبتأمر كلبها يدمرهم، فبيهجم الكلب القلب بقوة شديدة، لكن بتواجهه شيلي وبتدمره، وبتبدأ تتحرك تجاه سيريو، لكنها بتتصدم ان جرح الكلب بيلتئم وبيقوم تاني وهو متعصب جدا. فبتقول لها ماين ان كل الأسلحة الامبراطورية اللي بتعتمد على كائن حي بيبقى جواها جوهرة، لو ما اتدمرتش الأول السلاح عمره ما هيتدمر. وبيهجم عليهم الكلب من تاني، وبتصد شيلي هجومه الشديد بكل قوتها، وبتتعصب ماين وبتهجم عليه هجوم مدمر، لكنه برضه بيرجع يلتئم، وبتروح شيلي تحاول تقضي على سيريو، لكنها برضه بتتفاجئ بقوتها، وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا، فبتقدر شيلي تقطع دراعاتها الاتنين خلال المعركة، لكنها برضه ما بتستسلمش، وبتحول كلبها لأقصى درجة توحش ممكن يوصل لها، فبيتحول الكلب الآلي لوحش ضخم جدا وبيمسك ماين وبيكون هيدمرها تماما، لكن بتهجم عليه شيلي وبتقطع ايده اللي ماسكها بيها، لكن في نفس اللحظة بتوجه سيريو عليها طلقة بتصيب قلبها وبيمسكها الوحش، فبتتقسم شيلي لنصين، وبتقوم ماين وهي مصدومة من اللي شافته، وبتتحرك بكل عصبية تجاه سيريو، لكن فجأة بتوصل القوات الإمبراطورية وبيتصدموا كلهم بنور شديد جدا طالع من عند شيلي، وبيتصدموا انها ما ماتتش، وبتقول لماين تهرب بكل سرعتها، فبتهرب ماين وبتفتكر شيلي حياتها في النايت ريد، وبتكون ممتنة جدا لانها كانت وسطهم، وبيلتهمها الكلب الآلي بعدها، وبتبدأ سيريو تضحك بهستيريا لانها قضت على فرد من النايت ريد، وبترجع ماين للمقر وبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا اللي حصل، وبيفقد تاتسومي اعصابه وبيفضل يسأل مين اللي عمل كده علشان ينتقم، فبيضربوا بولاد بقوة عشان يفوق من اللي هو فيه، وبيقول له انه عارف من البداية ان ممكن اي حد منهم يموت في اي لحظة، وبتتكلم الزعيمة وبتقول لهم انهم بس محتاجين خطة وهينتقموا بعدها. وفي قصر الامبراطور بتوصل اسيديث وبيهنيها على انتصارها الساحق في الشمال، وبيقول لها عن رغبتهم في القضاء على النايت ريد، وبيقول لها تطلب كل اللي هي عايزاه في المقابل، فبتوافق اسيديث. وفي مقر النايت ريد بيقابل تاتسومي اكامي وهي لسه متماسكة بخصوص موت شيلي، وبيقول لها انه مبسوط بهدوءها، فبتتعصب اكامي جدا وبتفقد اعصابها وبتهجم على تاتسومي، وبتقول له انها بتحاول تنكر حزنها عشان ما تأثرش على مهمتهم، وبتنهار اكامي وبتقول له ان شيلي كانت اعز اصحابها، وبيتأثر تاتسومي وبيكون هينهار هو كمان، لكن بتتفاجئ بيه اكامي بيضرب نفسه بقوة عشان يمنع العياط، وبيقول لها انه عمرها ما هيخليها تحزن عليه، وانهم لازم يستمروا في انجاز مهمتهم عشان يبدأوا مملكة جديدة ويتخلصوا من ظلم الامبراطورية. وتاني يوم بيتدرب تاتسومي مع اكامي وبتهزمه، فبيقوم تاني بكل قوة وبيقول لها تواجهه تاني، فبيظهر بولات وبيهجم عليه فجأة فبيصيبه، وبيقول له ان هو اللي هيدربه من دلوقتي، وبيتحمس تاتسومي وبيبدأوا تدريبهم بعدها على طول. وبننتقل لواحد من السياسيين مع بنته في العربية وفي طريقهم للعاصمة، وبيكلمها عن انه هيتصدر رئيس الوزراء الفاسد مهما كلفوا الموضوع، وفجأة بيوقفوا العربية 3 من الحرس الامبراطوري، وبتنزل البنت مع الحراس علشان تواجههم، لكنهم بيدمروهم وبيقتلوا البنت ووالدها في ثواني، وبنكتشف انه كان امر من اسيديث، وبيبداوا يرموا ورق عن ان القاتلين من النايت ريد حوالين الجثث، وبيمشوا بعدها بكل هدوء. وفي مقر النايت ريد بتقول لهم الزعيمة عن رجوع اسيديث، وبتطلب
بتطلب من ليون انها تنزل للعاصمة وتحاول تعرف اي معلومات، وبتقول لهم عن موضوع الجرايم اللي بيحصل وعن انهم بيقولوا ان السبب هم النايت ريد. وبتقرر الزعيمة انهم لازم يكونوا مع كل السياسيين المعرضين لخطر القتل علشان يحموهم. وبيوصلوا بعدها تاتسومي وبولات عند سفينة للسياسيين، وبيتصدم تاتسومي من مدى ضخامتها. وعند القرية اللي بيحصل فيها الاغتيالات بيكونوا اكامي ولابوك بيأمنوها تحسبا لوجود اي قتلة. وعلى السفينة بيحاول تاتسومي يتعامل بشكل طبيعي، وفجأة بيسمع صوت ناي وبيعجبه جدا، وبنتفاجئ ان عازف الناي هو واحد من ال3 مساعدين اساداث. وبيكون صوت الناي في قوة معينة بتنيم اي حد بيسمعه، لكن بيقاوم تاتسومي وبيخرج لسطح السفينة، فبيحصلوا واحد من المساعدين وبيعرف انه من نايت ريد، فبيديله سيف وبيطلب منه انهم يتبارزوا. فبيسحب تاتسومي السيف وبيهجم عليه بكل قوة، لكن بيهجم الحارس في نفس اللحظة فبيدمر سطح السفينة. وبيتفاجئ ان تاتسومي تفادى هجومه، فبيوجه سلاحه عليه بكل قوة، فبيتصاب تاتسومي، فبيتعصب جدا وبيجري بكل سرعته عشان يهجم عليه. لكن فجأة بيوصل بولات وبيمنعه لان الحارس كان مستعد لتدميره في لحظة. وبيستغرب الحارس من قوة بولات، وبيستحضر بولات درعه الفولاذي، فبيهجموا عليه ال3 حراس في نفس اللحظة. لكن بيقدر بولات يقتل واحد منهم ويضعف من قوة ال2 التانيين، وبيكون تاتسومي منبهر. وبيرجع لهم واحد من الحراس وبيكون يعرف بولات من وقت ما كان من ضباط الامبراطور، فبيتصدم بولات اول ما بيستوعب، لكنه ما بيهتمش لانه دلوقتي عدو. فبيظهر الحارس سلاحه وبيكون عبارة عن خاتم بيتحكم في السوائل، وبيبدأ يتحكم في كل المية حواليهم، وبيهجم بيها على بولات بقوة شديدة جدا. وبيفوق الحارس الثالث فبيهجم عليه تاتسومي بكل قوته، بتدور ما بينهم معركة شديدة جدا. وعند بولات بيكون بيواجه الحارس بكل قوته، لكنه بيبدأ يضعف جدا، وبيبدأ الدرع بتاعه يتأثر. وبيكون تاتسومي فقد كل قوته في مواجهة الحارس الثاني، وبيكلم الحارس بولات وبيعرض عليه الانضمام لجيش اسادث، لكنه بيرفض. فبيدور بين الاتنين مواجهة اشرس من الاول، وبيقدر بولات يصيب فيها الحارس بقوة، لكن بيستخدم الحارس دمه كسائل وبيهجم بيه على بولات، فبيضعف من قوته، لكن بيقع الحارس وهو متهالك. وبيحاول تاتسومي يساعده، لكن بيقول له بولات ان المواجهه لسه ما خلصتش، وبيشاور له على الحارس الثالث بالناي. وبيروح لهم الحارس وبيقدر يزيد من قوته بشكل ملحوظ، فبيمسك تاتسومي سيفه علشان يواجهه، لكنه بيكون متردد. فبيندهله بولات وبيطلب منه يستخدم سلاحه الامبراطوري، فبيرد الحارس وبيحاول يشككه في انه مش هيقدر يستخدمه. فبيقوم بولات وبيضرب تاتسومي بشده، وبيقول له ما يتاثرش ابدا بكلام العدو، وبيقول له انه لازم يجرب يستخدم السلاح. فبيمسك تاتسومي السلاح وبيهجم عليه الحارس في نفس اللحظة، لكن بيستحضر تاتسومي الدرع بكل قوته، فبيتصدم بخروج الدرع فايقته الأصلية عشان يكون مناسب على تاتسومي. وبيكون الحارس قلقان من اللي بيحصل، لكن بيهجم على تاتسومي بكل قوته، فبيهجم تاتسومي كمان. وبيتصدم الحارس ان ضربته ما أثرتش فيه، وبيضرب تاتسومي الحارس وبيقضي عليه تماما من أول ضربة. وبيكون بولات فخور بقوة تاتسومي بالسلاح جدا، لكنه بيموت بولات بعدها من شدة تعبه للأسف. وبيروح له تاتسومي وبينهار جنبه لأنه فقد واحد تاني من أصحابه. هنستناكم تقولوا لنا تتوقعوا إيه اللي هيحصل في تاتسومي البطل بتاعنا، وقولوا لنا لو عايزين الجزء الجديد. ودمتم سالمين. سلام.